صباح يوم جميل يشرق بالأمل والتفاؤل من جامعتنا الحبيبة جامعة القاسم الخضراء. تعالوا ويانا نستمع لآراء الطلبة عن سؤالنا لهذا اليوم اللي يتعلق بالعلاقات الجامعية والصداقات داخل الوسط الجامعي. يلا ويانا. برأيك كطالب جامعي العلاقات داخل الوسط الجامعي مستمرة بعد التخرج أم لا؟ العلاقات بعد التخرج انما الاغلبيه ما استمر، بس الاقرباء القريبين علي. مو شرط يعني اكو بيها راسا تنقطع ورا التخرج، تطب بلوكات لكل الدفعه وبعد هذا هو تخلص من عندهم، بس اكو بيها لا تستمر بعد التخرج يعني، وتظل علاقات مثلا ويا الوظيفه وهيك شيء يعني. فاي انا بالنسبه لي بلوكات. نوع العلاقه اكو علاقات مصلحه واكو علاقات علميه، بس يعني القله القليله يعني تستمر، مو يعني كل العلاقات هي مستمره. اكو تنتهي يعني علاقات كدوام، واكو علاقات تستمر ما بعد الجامعه، بس الاكثر لا تنتهي ما ان شاء الله بعد التخرج ودائما ان شاء الله. فالعلاقه ما تظل بس بالجامعه، ان شاء الله العلاقه مستمره وتواصل اجتماعي مستمر ان شاء الله. يعني هي تقريبا مو مستمرة، تبقى حسب علاقتك داخل الجامعة أو حسب الشخص المقابل، تقدر تستمر وياه أو تقدر يعني تحكي وياه وتعوفه. أنا أشوفها مستمرة لين نفس الجامعة وخارج الجامعة، لين مستحيل أحد يمثل لي وجهي وياه، فأنا أشوفها مستمرة طبيعية عادي. أنا رأيي يختلف، لأنه ما أحس إنه يعني صديقة ممكن تطلع لك من شلة كلها تطلع لك طالبة واحدة ممكن تسأل عليش. ليه تعرفين يعني الإنسان بعد التخرج ممكن يلقى له هواي شغلات، ممكن يتخرج، ممكن يتزوج، ممكن أي هواي شغلات تصير له. بس أنا بالنسبة إلي كحاليا بمجتمعنا ماكو صداقات أبد، سواء جامعة أو خارج جامعة. الإنسان صديق نفسه. رأيكم بنات العلاقات والصداقات مستمرة فقط داخل الحرم الجامعي أم خارج الحرم أيضا؟ أكيد تستمر وتستمر بعد التخرج هماتيا، يعني إذا كان صديقة حقيقية صداقة حقيقية أكيد تستمر، ليش ما تستمر؟ والله بالنسبة لي داخل الكلية هواي مريت مواقف يعني وقفن البنات وياي، يعني صدق يعني ما أعرف شلون أجازيها، فالحمد لله يعني فأكيد نحتاج المواقف، وإذا كانت طيبة وحبة وما أعرف شو الحمد لله يعني مريت بهواية صداقات يعني صدق ما قصرن وياي هواية ومواقفهم حلوة والحمد لله يعني كفعل يعني مو كحكي هاي الفعل حلو بتشي يعني إن شاء الله. طبعا أكيد إذا كانت أثناء الدراسة أكيد إذا رجعت أسأل عليها خاف إذا محتاجة شيء أو حتى لو ما محتاجة شيء، بس يعني أسأل عليها شيء واجب علي، خاصة إذا كانت هي هم تقدرني مثلا أو تسأل عليها هالشيء واجب. واحدة من عندهم كانت خطهم. بالنسبة للحياة الجامعية أضبط شيء بالجامعة هي الصداقة، من حيث شنو؟ من حيث العلاقات العامية، يعني حتى لو مو داخل الجامعة، حتى نقول خارج الجامعة، يعني صديقك يوقف وياك لازم بوقت الشدة وبوقت كل ظرف يوقف وياك. وصراحة يعني هي صداقة يجب أن تدوم، وهي تفيد مع المستقبل بالعمل بالوظيفة من ناحية إنه المعارف، من أنت قسمك أو مثلا وظيفتك، مثلا عندك واحد بالناصرية يقدر يسهل لك أمر بالتعيين خصوصا المجالات النفطية اللي يتم وجود قسمك غالي. يعني بكل منطقة لازم إنه التواصل الاجتماعي شوية تقوي بيهم، يعني حتى تكون شبكة تواصلك جميع المحافظات صراحة. والصداقة شيء حلو والله يديم الجميع. أجمل شيء اللي هي بالجامعة هي الصداقة تمر على 4 سنين، يعني مراحل، يعني كل شيء مر، مواقف، الضحكة الحلوة، سالفة الدراسة اللي نسويها، يعني أجمل شيء بصورة عامة اللي هي صداقة الجامعة. مثل ما تفضلوا أخوتي وقالوا عن الصداقة، أجمل شيء بالجامعة هي الصداقة. الصداقة دائما تكون دائمية، الصداقة الحقيقية دائما تكون دائمية، مو داخل الجامعة فقط، الصداقة تكون داخل الجامعة وخارج الجامعة أيضا.